السلام عليكم يا غالين. أقدم اعتذاري لكل نصراوي وأنتم تاج على الرأس بالألفاظ اللي تكلمت فيها على كل نصراوي. نعم، خطأ مني وكان والله غير مقصود. أنا رجل معي سكر ومعي ضغط ومعي سرطان، مرض السرطان، وكنت منفعل وقتها، فعلا منفعل انفعال كامل لأجل خسارة الهلال. واللي جاني بتويتر بالخاص من أغلب إخواني النصراويين يعني طقطقة وقلة حياة كثيرة تحملتها ويعني صار اللي صار. أنا فعلا زعلت إخواني وزعلت كثير من عيالي نصراويين، عيال عمي ومن الجماعة ومن أصدقائي كثير زعلوا علي بعد المقطع. ما كان يعني يطلع مني الشهادة ولا هو عاداتي ولا هو تربيتي، لكن حصل اللي حصل. أقدم اعتذاري لكل نصراوي وأنتم والله تاج على الرأس، وأنا أتأسف منكم كثير والله العظيم إني تكلمت بكلام وأنا معي سكر وضغط إني لا شعرت فيه إلا اليوم، يوم إني اطلعت عليه وشفته وإنه في غير محله، وإنه ما يطلع مني. أنا رجل لي كرامتي ومتربي والله الحمد لله، لكن ما أدري كيف طلع. لكن أقدم اعتذاري للجميع، أقدم اعتذاري للجميع ولكل نصراوي، لكل نصراوي أقدم اعتذاري. أنا زعلت كثير نعم، لكن أقدم لكم اعتذاري للجميع، فأرجو قبول عذري وأتسامح منكم. وفعلا يعني ترى حتى إني مسامح اللي جوني في الخاص الآن في تويتر واشتموني كثير من جمهور النصر وغيرهم، مسامحين ولا أقدم عليكم شيء. شكرا للجميع.